أهلا ومرحبا بالجميع مرة أخرى في قناتكم يارا مغربية وأفتخر. الموضوع اليوم غنهضروا فيه كيفاش تزادت الحياة في مونريال من بعد الكوفيد. أكيد زيادة الأسعار العالم تعرفها. غنقربكم شوية من زيادة الأسعار في كندا باش غتكون كذلك واحد النبذة للناس اللي غيجيو أول مرة لكندا يعرفوا يحسبوا حسابهم. غنناقشوا موضوع ديال شخص كيشد 40,000 دولار سنويا، شنو غيقدر يدير بها في الحياة من بعد كورونا بمدينة مونريال. نبداو أول نقطة، أي إنسان جديد تيجي أول هام عنده هو الكرا. قبل الكوفيد في الضواحي مدينة مونريال كنتي كتلقى شقة ب500 دولار، نفس الشقة بعد الكوفيد ولا تدير 900 دولار، يعني تزاد حوالي 400 دولار في الشهر، وهذا الفرق كبير بالنسبة لواحد الدخل ديالو محدود. ثاني نقطة اللي غنهضروا عليها، ملي كتجي كيخصك انك تنقل، وبالاخص في مدينة مونريال كاين الحمد لله كنلقاو وسائل التنقل منها الطوبيس وكذلك كاين المترو. قبل الكوفيد كانت بطاقة اوبوس، واحد لاكارت اللي كتسمح لك انك تاخذ الطوبيس وتاخذ المترو في اي وقت ومن اي مكان، كانت تدير 86 دولار. من بعد الكوفيد وصلت 94 دولار. كذلك غنلاحظوا بانها تزادت، الفرق ماشي كبير ولكن تزادت الاسعار. الى مشينا للنقطه الثانيه غنهضروا على، اكيد ملي كتجي كيخصك الانترنت وكيخصك التليفون. غنديروا لهم واحد غير النسبه، غنحاولوا اننا ما نكبروش المصاريف من هذه الناحيه. غنديروا ان قبل الكوفيد كانت 70 دولار الانترنت والتليفون، ما كايناش تلفازه. من بعد الكوفيد وصلت ل 100 دولار. الاكل الصراحه كل شحال كيحتاج، ولكن بواحد النسبه متوسطه، بشرط طيب في الدار وما تاكلش في الزنقه. قبل الكوفيد كانت 350 دولار، الصراحه كانت تعيشك في الشهر الانسان بوحدو. مور الكوفيد 500 دولار وخصك شويه تزير السنطه. اكيد ما غتبقاش غير خدام وغتبغي تخرج على الاقل السبت والحد، غنمشيو باقل ما هو ممكن. قبل الكوفيد 100 دولار كانت تسمح لك كمان تعيش شويه ديال الرفاهيه مره. من بعد الكوفيد غتنقص من ديك الاوقات اللي كتخرج فيها وغتزيد شي شويه في الثمن. يعني قبل الكوفيد 100 دولار كانت كافياك في الشهر، من بعد الكوفيد 150 دولار، وكذلك غتزير السمطه. شفتو؟ ما حسبتش الادويه، ما حسبتش الضو، ما حسبتش الشوفاج، هادشي كله غير باش نعطيكم واحد النظره. يعني المجموع ديال المصاريف قبل كورونا كانت حوالي 14472، ومجموع المصاريف من بعد كورونا وصل ل20,688. الباقي الحساب غنخليكم ديروه. ما تنساوش إلا عندكم أسئلة خليوها ليا في الكومنتير، بارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي كيهمهم الأمر، وإن شاء الله إلى فيديو قادم مرة أخرى في قناتكم يارا مغربية وأفتخر. شكرا للجميع.